اول ما بتصحى من النوم بتلاقي ان في واحد على السرير وبتقول له انت مين، وبيقول لها انا هبقى جوزك. وفي واحد كمان وراها بيقول لها لا انا اللي هبقى جوزك، وبيقول لها بص كده على هدومك. وبتستلم لما بتشوف انها لابسه فستان فرح، وبتقول لهم اخرجوا من اوضتي. وبتدخل امها وبتطلع ان هي اللي عامله كده عشان تخليها تتجوز، وبتقول لها انا جبت لك عريسين اغنى من بعض. وبتقول لها لا انا مش هتجوز دلوقتي، وعشان تعاقبها بتروح تدخل اوضتها عشان تاخد كل حاجتها. بس البنت بتوقفها وبتقول لها خلاص اختار منهم. وبعد ما بتمشي بتدخل اوضه وبتكون مخبيه حبيبها في اوضتها، وبتقول له ما تقلقش انا مش هكون غير ليك. وبعد ما بتنزل بتروح تختار، والعريس الكبير بيقول لها تعالي معايا لمده دقيقه واحده وانا هخليكي تحبيني. ولما بياخدها على جنب بيجيب لها خاتم الماظ هديه، والبنت بتفرح قوي بيه وبتشيل الخاتم الدهب بتاعها وبتحط الخاتم بتاعه. وبعد ما بيمشوا بتلاقي ان حبيبها اصلا ميت وهي مش قادره تنساه. وبعد شويه بتفضل تتكلم مع العريس التاني عشان تشوف هتختار مين فيهم، بس بتحب الولد الصغير اكتر من التاني رغم ان التاني اغنى منه. وبعد شويه لما بتخرج بتقول انا موافقه على العريس الصغير، والعريس التاني بيقول لا وكان عايز ياخدها غصب عنها، بس امها بتوقفه. وبيجي الولد التاني وبيقول له شيل ايدك من عليها، والعريس الكبير كان رايح يضربه بس بوطه بيضربه هو في وشه.